سلام الله عليكم. اليوم غادي نحكي لكم قصة خلات مدينة كاملة تعيش في الرعب. قصة عصابة خطيرة منظمة كانت كتنفذ عملية سطو مسلح بطريقة احترافية ودقيقة، خلات حتى الشرطة حيرانة في الأول. قبل ما نبداو، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بدا كل شيء في واحد الليلة في الدار البيضاء، في الحي اللي معروف بالمحلات ديال الذهب. رشيد مول المحل ديال الذهب كان خدم نهار كامل وسد الحانوت ديالو مزيان، تأكد من الأقفال والكاميرات وحتى نظام الإنذار، ومشى لدارو هو مرتاح. الزنقة كانت خاوية، غير صوت الريح والشتا كيزيدوا الجو غموض. في وسط الليل وقفات السيارة كحلة بهدوء قدام المحل، بلا ضوء وبلا حتى صوت. خرجوا منها ثلاثة ديال الرجال لابسين كحل ووجههم مغطية. الحركات ديالهم كانت منظمة وكأنهم عارفين المكان قبل. واحد فيهم خرج جهاز صغير، قربوا للقفل وفي ثواني الباب تحل بلا ما يتهرس. دخلوا بسرعة ولكن بلا تسرع، كل واحد توجه للمكان اللي خاصو يخدم فيه. واحد للخزنة، واحد كيجمع الذهب، والثالث كيراقب الوقت. العملية ما خداتش وقت طويل، دقائق قليلة وكان كل شي سالة. خرجوا بنفس الهدوء، ركبوا في السيارة واختفاو بلا أثر. في الصباح من جا رشيد وفتح المحل تصدم. الخزنة محلولة والذهب اختفى تقريبا كامل. الشرطة جات دارت المعاينة ولكن ما لقات حتى دليل واضح، لا بصمات لا تكسير، غير لغز كبير. استعنت بالشرطة العلمية والتقنية باش يجبدوا البصمات ولكن ما كاين والو. الناس في الأول قالوا يمكن غير سرقة عادية، ولكن الصدمة كانت منين تكررت نفس العملية في محل آخر، ومن بعده ثالث بنفس الطريقة ونفس الدقة. هنا بدا الخوف ينتشر في المدينة، والتجار ولات عندهم رهبة. بعضهم زاد الحراسة وبعضهم حتى بدا كيسد بكري. الملف وصل للشرطة القضائية، وهنا التحقيق بدا ياخد منحاج جدي. المحققين جمعوا التسجيلات ديال الكاميرات من بزاف ديال المناطق وبداو كيحلوا كل حركة. لاحظوا أن السيارة السوداء كتظهر في كل العمليات ولكن بلوحات مختلفة، وزيد عليها العصابة كتختار غير المحلات اللي عندها قيمة كبيرة وكتضرب في الأوقات اللي فيها الحركة قليلة. دازت أيام طويلة بلا نتيجة، حتى وقعت عملية خطيرة خلت القضية تكبر أكثر. محل كبير ديال الذهب في وسط المدينة تعرض لسطو مسلح. العصابة دخلت بالسلاح والناس اللي خدامين تمرة تحبسوا في بلاصتهم. واحد من العصابة كان كيهضر بالثقة، كيعطي التعليمات وكأن كل شيء محسوب من قبل. في هذه اللحظة بان أن الهدف ماشي غير السرقة ولكن شي حاجة أكبر. الشرطة القضائية وسعت التحقيق ودخلت حتى في ملفات سرقة السيارات. تبين أن العصابة كتستعمل سيارات مسروقة وكتبدلهم باش تبقى مخفية. ومع الوقت واحد من المحققين لاحظ تفصيل صغير في واحد الفيديو. واحد من أفراد العصابة كيمشي وكيعرج في رجليه. هذا التفصيل البسيط كان هو المفتاح. بداو كيقلبوا في السجلات حتى وصلوا لواحد الشخص عنده سوابق ولكن عايش حياة عادية. الشرطة القضائية تراقبوه، وبالفعل لاحظوا أنه كيمشي لواحد الكراج مهجور في واحد المنطقة صناعية وكيلتقي مع أشخاص آخرين. المراقبة زادت وكل نهار كيبان شي تفصيل جديد كيربطهم بالعمليات. في واحد الليلة الشرطة القضائية قررت تدخل. داروا خطة محكمة وحاصروا الكراج من جميع الجهات. منين دخلوا لقاو مفاجأة كبيرة: سيارات مسروقة، لوحات مزورة، معدات متطورة وكمية كبيرة من الذهب. العصابة تفاجأت وحاولت تهرب ووقعت مطاردة قصيرة، ولكن في الأخير تم القبض عليهم. واش يسحب لكم سالينا؟ لا حنيني، باقي الخير. ولكن المفاجأة الحقيقية كانت منين بدا التحقيق، حيث تبين أن هاد الأشخاص غير منفذين. الرأس المدبر كان واحد الشخص آخر سميتو الرايس، كيبان عادي وسط الناس ولكن هو اللي كان كيدير التخطيط كامل. هنا نصبوا ليه كمين محكم باش يشدوه، وبالفعل تمكنوا من ذلك. منين تشد اعترف أنهم كانوا كيراقبوا المحلات بالأسابيع وكيخطوا لكل تفصيلة باش ما يغلطوش، وكان الهدف ديالهم يبنيوا شبكة كبيرة ديال السرقات المنظمة. في الأخير العصابة كاملة تحيدات وجزء كبير من الذهب رجع لأصحابه، والمدينة بدات كترجع للحياة ديالها. ولكن هذه القصة بقات محفورة في الذاكرة ديال الناس، حيث بينات كيفاش عصابة خطيرة تقدر تلعب مدينة كاملة، وكيفاش حتى أصغر تفصيل يقدر يحل أكبر لغز.
إلا عجبتكم القصة ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة وخليوا لي رأيكم في التعليقات، ونشوفكم في فيديو جديد. كان معكم المحقق.